تعالوا النهاردة نعمل طبق بصارة على الطريقة الصعيدي، ومعاها طماطم مخللة بمنتهى السهولة المتسهلة. يلا نشوف الطريقة، يلا معايا. طبعا ده المكون الرئيسي للبصارة، الفول. وطبعا بجيب حوالي نص كيلو، طبعا على حسب افراد الاسرة، وبغسله كويس وبنقعه ساعتين. لازم يتنقع ساعتين عشان كل الغازات اللي فيه تروح منه. كده دي المكونات اللي هحطها في الحلة مع الفول. دي عودين شبت، وده شكل الشبت عشان في ناس ما تعرفوش، وحزمة كزبرة وقرن فلفل يحرحر كده البصارة، و بصلايه متوسطه مقطعه. بعد كده بحط البهارات: كزبره، فلفل اسود، كمون، ملح، مكعبين مرقه، ومعلقه كبيره توم، او 3 فصوص او 5 فصوص توم مهروسين. وكمان المكون اللي انا هحطه بعد كده معلقتين كبار ملوخيه ناشفه، بحطها على جنب، مش هحطها دلوقتي. بغمر المكونات كلها بالميه زي ما انتم شايفين، واحطها على النار لغايه ما تغلي وتستوى البصاره. شكل البصارة لما تستوى، الفول يستوى وكل المكونات تستوى زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده شكلها. اول ما الفول يتهرى بالشكل ده يبقى كده البصارة خلصت. اسيبها تهدى شوية، وبعد كده اعملها بالهاند بلندر. ولو ما عندكيش هاند بلندر سيبيها تبرد خالص، وبعد كده اضربيها في الخلاط. ما تحطهاش في الخلاط وهي سخنة عشان ما تضغطش على الخلاط وتحرقه، او تعمل كوارث، لان مرة عملتها وفرقعت في وشي. الحمد لله. بعد كده، بعد ما هرست البصارة كويس، ببدأ بقى ايه، بصلاية متوسطة بقطعها زي ما انتم شايفين، حبة زيت، حوالي 3 معالق زيت. اول ما لونها يبقى ذهبي بحط معلقه توم مفروم واقلبه مع البصله. اول التوم ما ريحته تطلع بحط معلقه كبيره كزبره ناشفه، واقلبه مع البصله والثوم لغايه ما يتشوح الثوم والبصل. ببدا بقى احط البصاره. طبعا البصاره ضربتها سواء بالهاند بلندر او بالخلاط. بحطها بالشكل ده واقلبها كويس. ولو عايزه شويه ميه لقيتيها تقيله معاكي، طبعا موطيه النار عليها عشان ما تتلدعش من تحت، وبحط حبه ميه عشان اخففها شويه وتختلط مع المكونات. والبصل كمان اللي انا محمراه يستوى. بعد كده ببدا احط حبه حبه كده الملوخيه الناشفه، احط حبه واخلطهم لغايه ما يختلطوا مع البصاره. وبعد كده احط الحبه التانيين اللي هم معلقتين كبار. طبعا على نص كيلو فول البصارة، يعني معلقتين على نص كيلو، لا على حسب بقى الكمية اللي انت تعمليها. بحط حبة مية صغيرين لانها حسيتها ان هي تقيلة. وكمان لما بتحطي الملوخية بتقلها شوية. بسيبها بقى على نار هادية تستوى حوالي 10 دقايق. بعد كده بغرفها في اطباق، او اسيبها تهدى شوية واحطها في علب وافرقها على الجيران والحبايب والقرايب زي ما كان بيعمل جدي. عبال ما البصارة تجمد في الأطباق وتمسك شوية عشان هي بتتاكل باردة، نعمل الطماطم المخللة. بحط توم وفلفل أحمر، شطة وملح وكمون وكزبرة وشبت، بقطعهم صغير، وخل، وأقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده بحطها على الطماطم المخللة. طبعا بقطع الطماطم على حسب ما تحبي، ترانشات أو أنصاف، على حسب ما تحبي يعني بتعمليها ازاي. وبعد كده بحطهم عليها بالشكل ده، سواء بقى في علبة او في طبق، وبقدمهم مع جنب البصارة، وبتبقى جميلة جدا. طبعا بتعمليها قبل الفطار بحوالي ساعتين 3 عشان تاخد من بعض وتبقى طعمها جميل. وعلى فكرة الخلطة دي كمان بعملها مع البتنجان المخلل، بتتقدم جنب البصارة كده وعيش بلدي مفقع. وطبعا برش عليها بصل محمر، وكده بتكون اخر تمام. طبعا عملنا طبق البصارة على اصوله، وطبعا بتكاتي وحركاتي. عايزه اقول لكم ذكرياتي مع طبق البصارة خصوصا في رمضان. ايام زمان كان جدي بيعملوا في رمضان يوم من ايام رمضان، وكان بيعزم العيله كلها، وكمان بيفرقوا على الجيران والحبايب والقرايب. معرفش ليه كان في رمضان بالذات ويوم كده مخصص كان بيعمله وبيجمع العيله كلها. ولان جدي سماك يعني بيبيع سمك، كان دايما بيجيب انواع سمك مختلفه مع طبق البصاره. وكنا بناكل وبنحمد ربنا. طبعا البصاره ليها ذكريات حلوه وعند كل المصريين وبيحبوها جدا جدا، وخصوصا في الايام العاديه. يعني هي تعتبر فول وبصل وتوم،
فمن الحاجات الاساسيه زي الفول طبعا من الحاجات الاساسيه عند المصريين، فبيحبوه جدا جدا. فعشان كده البصاره من الاكلات الشعبيه المصريه. انا بحبه جدا، بعمله يوم من ايام رمضان، ولان ولادي ما بيحبوش السمك مش بعمل جنبه سمك. وبقللهم بطاطس جنب البصاره، وطبعا الطماطم المخلله اللي انا عملتها معاكم. الطماطم المخلله دي طبعا بتبقى جميله جدا جدا مع البصاره. طبعا ممكن بتنجان مخلل، بس انا بحب جدا جنب البصاره طماطم مخلله. زي ما قلت لكم كان جدي بيعملها، وامي كانت ربنا يديها الصحه والعافيه تعملها له، وفي يوم من ايام رمضان. عشان كده ليها ذكريات حلوه جدا جدا عندي. انا حبيت اقول لكم ذكرياتي مع البصاره، عشان كده بحب اعملها في رمضان. طبعا بتبقى تقيله شويه بس حلوه، طعمها بيبقى جميل. وممكن لو زاد طبق تاكلوها على السحور مفيش مشاكل. البصاره اتمنى تجربوها بطريقتي، والمره دي انا عملتها بالملوخيه على الطريقه الصعيدي. جميله جدا وطعمها في منتهى الروعه. ممكن تنفع فطار جنب بطاطس مقليه وكده بتنجان مخلل او طماطم مخلله، وطبق سلطه ممكن، او سلطه زبادي. انا بحبها طبعا، لا تخلو سفره رمضان من سلطه الزبادي بتاعتي. انا نزلتها كتير قبل كده، هحط لكم الرابط في التعليقات، واتمنى يا رب كل اللي بنزله يكون بيعجبكم. اتمنى تقولوا لي في التعليقات رايكم وايه الاكلات التقليديه والشعبيه لبلدكم، وكمان اتمنى تقولوا لي ايه الوصفات اللي بعد كده ممكن اعملها معاكم. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ويتعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.